الشات الشمكاري اللي كتشوف فيه حالته موسخه وحوايجه مقطعين ما تحكمش عليه وما تضحكش عليه، واجي تشوف حالته كي دار حتى ولات بحالو من بعد ما كان عندو اللي تحرق ما يتم بسبب واحد اللغز غيفتحوا هاد السيده غتولي حياته بحالو. ويا ريت كون بقى غير ساكت ولا هاد الحاله اللي غيوصل ليها. الشمكار ديما كيبقى شمكار وتا واحد ما كيدوي معاه ولا كيسولو على حالته كيفاش توليتي بحالو. ولكن القصه ديال اليوم غتبين لك بلي المظاهر خداعه او بلي هذاك اللي كتقولوا عليه شمكار ماشي غير جو ولا بحال هكاك ضايع في الزنقه. الا كملت هاد القصه حتى الاخر ما غتبقاش تحكم على بنادم قبل ما تعرف شنو كاين تحت راسو. وقبل ما نكملوا هاد القصه ما فيها باس الا درتي واحد لايك وما نسالوا القصه بارطاجيها مع صحابك. حسام واحد الدري عايش مع موباه. فين عايشين هاد موباه؟ في واحد البراكه في الكاريان. احنا ما كناقصوش من صحاب الكاريان ولكن هذا هو الواقع اللي ما عندك ما تغير فيه وتا واحد ما لقى في الدنيا كيبغيها. هاد حسام عايش وسط من واحد العائله تحت من الفقر وكان ديما كيشوف الوالده عنده كتخاف من باه بزاف وكثر من القياس. وكان الاب ديال هاد حسام ديما كيضرب الام ديالو قدامه. هو مازال صغير وما قادر يدير والو. ومن تما بدات نقطه التغيير ديال هاد حسام اللي غنهضروا عليه اليوم واللي القصه ديالو ما غتسخاش تكملها. واللي داك حسام كيخرج برا كيبقى ضيع حتى الوحده الجوج ديال الليل عاد كيرجع لديك البراكه اللي ساكن فيها هو ومو باه. ملي كينوض في الصباح كيمشي للزنقه يدبر على راسو باش ياكل هذاك النهار وصافي. والقرايه ما كاين لا قرايه لا والو. المشكل الكبير اللي كان عند حسام هو ان باه ديما سكران ومنوض عليهم الصداع في هذيك البراكه وما عمر شي ليله خلاهم ينعسوا على خاطرهم. ملي كيخرج حسام الزنقه ديال هذاك الكاريان راكم عارفين الهضره اللي كتقال في هذيك البلاصه ولكن ماشي هادشي اللي غيرد حسام شمكار. ها انتم غتشوفوا شكون السبب ديال حسام تخرج للطريق وغيولي اللي جا قدامه من بنادم ما كيعقلش عليه واش كاين ولا ما كاينش. هاد حسام غيخرج ليه واحد المشكل اخر ما كانش ضارب ليه الحساب حتى هو غيتبلا مع الدراري في هذاك الدرب وغيولي يضرب الحشيش ويدير جميع المهلوسات اللي كيديروا هذوك الدراري اللي معاه. ونصيحه لكاع الدراري اللي كيتفرجوا دابا بعدوا من البليه راه ما عندها ما دير لك. وهذه القضيه ديال غنضرب جوال باش نسي بيه المشاكل غير هضره زايده ناقصه ولا مشيتي تتبليتي غتقولب وغتندم على النهار اللي وليتي كتكمي فيه. هاد حسام غيفكر واحد التفكير اللي غيبغي يغير به حياته من هذاك الكاريان اللي عايش فيه. غيفكر يمشي يتعلم شي حرفه وقال مع راسو الحرفه لما غناتك تعيشك والله ما نمشي نتعلم شي حرفه ولا الكاريان اللي كنضل ضيع فيه نهار كامل. وهنايا غيبان لكم بلي حسام بدا كيفكر بعقله ولا غادي في الطريق الصحيح وباغي يغير حياته ولكن غيجي حتى الاخر وغيعوج البوله وغيخرج من الطريق وغيخرج على حياته. غيمشي يخرج من المدينه ويقلب على شي نجار يخدم معاه. ولكن غتقولوا علاش هاد حسام اختار النجار بالضبط؟ حسام اختار هاد الحرفه ديال النجاره لان باه كان نجار وعنده شي معلومات على هاد الحرفه ديال النجاره وداك الشيء علاش مشى باغي يدير نجار. وقبل ما يخرج يقلب على راسو فكر باش يدي معاه شي واحد من هذوك صحابو اللي في الكاريان ويكريو وياه في المدينه وما يبقاوش يرجعوا لذاك الكاريان نهائيا. ارى لي يد حسام حتى واحد من هذوك الدراري صحابو ما بغى يمشي معاه. وهنايا فين غيهز بوحدو حوايجو وغيقصد المدينه غيجمع هذاك النهار الحوايج ديالو في واحد الصاك وغيودع الوالد عندو. اما الوالد عندو ما كانش هذيك الساعه في البراكه واخا يكون في البراكه حسام ما كانش كيدوي مع الوالد عندو اصلا. من بعد ما ودع الوالد عندو دار الصاك على كتافه وخرج حسام مع الباب. ولكن فين غادي حسام هو ما عارفش راسو اصلا في غادي. المهم يبعد من هذاك الكاريان ويمشي يخدم مع شي نجار. السيد ما كان عنده حتى ريال في جيبه وما عنده لا باش يكري لا باش ياكل وكما كنقولوا غادي طالقه في يد الله وصافي. المدينه اللي غيطلع لها حسام ما كانش بعيده منه بزاف والكاريان اللي كانوا ساكنين فيه كان خارجه واحد شويه على المدينه وهذا الشيء اللي غيخلي حسام يطلع للمدينه على رجليه. نهار كامل ود حسام ضيع كيقلب على شي ماكازه ديال النجاره لعل وعسى شي واحد من النجاره يخدموا معاه. وحتى لهنايا حسام باقي انسان عادي وباقي ما خرجش للطريق. ومع داك المغرب حسام غيبان لي واحد السيد كيسد في المحل ديالو وبان لي هذاك السيد باللي كان كيدخل في شي بيبان ديال الخشب ومازال حاط قدامه شي شراجم ديال الخشب. وتما عرف حسام بلي داك السيد نجار وقال هذا هو ديالي. غيمشي حسام يقصد هذاك السيد وغيقول لي واش خاصكم شي خدام يخدم معاكم في هذا المحل. هذاك النجار طلع وهبط في حسام وقال لي ما خاصنا تا خدام. هو يقول لي حسام عاد شوف كدير لي راه ضروري خاصني شي خدمه ديباني في راسي. هو يقول لي داك خونا راه قلت لك ما كاين عندنا لا خدمه لا والو. واصلا داك حسام كان باينه فيه ماشي انسان طبيعي وباينه فيه خارج عليه البليه. المهم هذاك السيد مول المحل قال لحسام سيدي ما كايناش عندنا الخدمه سير دبر على راسك في بلاصه اخرى. حسام هذيك الساعه المغرب غرب عليه وبدا كيطيح الباش والسيد ما لاقي حتى خدمه وما عنده لا فين يبات لا ما ياكل. غيفكر تيعيا وغيشد الطريق وغيرجع للكاريان ديالو. اما بعد ما كان حالف باش ما يرجعش للكاريان بز منه غيرجع ليه هذيك الليله وغيرجع طالع ليه الدم ومعصب. وراكم عارفين شنو غيدير غيتلاقى مع الدراري ديال هذاك الدرب وغيبداو
ضربه في الطاسه والحشيش. حسام غيجيب الكاو هذيك الليله. ولكن بيني وبينكم هاد حسام اصلا ما ناويش يخدم. وفين عمركم شفتوا شي واحد طالع في نهار واحد غيلقى الخدمه؟ المهم غدوز شي ايامات وهذاك حسام غتبان لي واحد خيتي دخلت لذاك الكاريان ديالهم. حسام واخا كان مبلي كان هو الوحيد اللي ما مخسرش حالته وما ضاربش وجهه، وكان كيبان باقي نقا شويه في حالته في هذاك الكاريان. ارى اليد حسام غيتبع ديك الدريه اللي دخلت الكاريان وغيلقاها كتمشي عند شي عيالات في ديك البراكه تما. السيد عجباتو الدريه، مهما شافها قال هذه هي ديالي. ولينا ديك السيده جايه لذاك الكاريان غير تشوف شي ناس وغتمشي بحالها. وحسام عايش في داك الكاريان فين عمر هذيك ختنا غدا في واحد عايش في الكاريان. ولينا في الاخر غتفرقع هاد الرمانه وغتشوف شنو كاين وسط منها، وغتشوف هاد حسام كي غيتسلى بيه الوقت. المهم ما علينا، هاد حسام عارف شنو كيدير، واخا في الاخر ما غيبقى يعرف ما يدير. المهم شاف هذيك الدريه مزيان وحكرها ملي خرجات من عند دوك الناس، او ملي مشات معاها عرفها باللي باها اللي كيجيبها بالطوموبيل تما كيجيبها تزور هذوك الناس في البراكه وكيجي لها في العشيه بالطوموبيل كيديها. مشات هذيك الدريه بحالها وحسام تسلى بيه الوقت وما بقى عرف واش الدريه غترجع لذاك الكاريان ولا مشات بحالها بالمره. السيد ما كان باغي يسول عليها حتى واحد وما باغيش يبين باللي راه حاط عليها العين، ولكن في الاخر غيتفرش كل شيء. السيد غيولي كل نهار عاس على ديك البراكه اللي جات لهذيك ختنا وباغي يشوف هذيك ختنا واش غترجع عندهم شي نهار ولا لا. ولكن الدريه تقطع لها لاطر وما بقاتش بانت في هذاك الكاريان. والسي حسام بقات ليه الصوره ديال هذيك الدريه مطراسيه اللي في دماغه وما بغاش تخرج ليه من الذاكره ديالو. الحل الوحيد اللي بقى لهاد حسام هو يمشي عند دوك الناس اللي جات عندهم ويسولهم على الدريه اللي جات عندكم شكون هي. ولكن بيني وبينكم شكون هذا اللي غيقدر يمشي عند شي عائله ويسولهم شكون هي ديك الدريه اللي كانت عندكم؟ ما يمكنش. وهذا الشيء بالفعل اللي غيدير حسام. فكر مع راسو تاع عيا وبان ليه باللي هاد الحل ما مخرجوش، وعرف راسو باللي الا مشى يسول غيدخلوا معاه في نقاشات كبار. المهم ما كان عنده ما يدار في هذاك الكاريان ونهار كامل هو كيفكر في هاد ختنا شكون هي وكيفاش غيقدر يوصل ليها. ارى اليد حسام واحد النهار مجمع مع الدراري في هذاك الكاريان باركين كيضربوا في الطاسه وهاضرين بيناتهم، وهذيك اللحظه حسام غيفوت من هذاك الشيء اللي كيدير فيه وغيجيب الكاو وغيولي كاع داك الشيء اللي كاين في قلبه كيخرج فيه من فمه. يعني الدراري صحابو غيسمعوا كل شيء وغيعرفوا حسام فاش كيفكر. المهم الدراري اللي معاه فهموا الموضوع كامل وعرفوا بلي السيد امثل في هذيك خيتي اللي كانت جات اول مره للكاريان. المصيبه الكبيره اللي غتوقع على حسام هو ان دوك الناس اللي جات عندهم هذيك خيتي هذيك البراكه بالضبط كاين فيها واحد الدري قد حسام، وهذاك الدري كان بارك مع حسام والدراري وكيضربوا في الطاسه وغيسمع حسام كيقول في هذيك الهضره وهنايا غيسخن الطرح بيناتهم. ولكن ما غيتضاربوش، غيصبح هذاك الصباح والكاريان كامل ولا ساق اخبار باللي حسام حاط عينه على ديك السيده اللي جات عند دوك الناس. ولكن حسام ما في راسه ما يتعاود لانه كان جايب الكاو هذيك الليله وكان كيعاود بدون شعور. المهم في هذاك الصباح الاخبار منتشره بين الدراري في هذاك الكاريان وعارفين باللي حسام حاط عينه على ديك السيده وهي اللي متلفه ليه الضواو. وهذيك الدري اللي قلنا كان مع حسام واللي جات عندهم الدريه البراكه غيمشي عند الوالده عنده وغيقول لها راه فلان حاط عينه على ديك الدريه اللي جات عندنا. المصيبه الكبيره هو ان ديك المراه موت هذاك الدري حاطه عينه قبال من حسام وباغا تزوج هذيك الدريه لولدها، واخا هما كاملين ساكنين في الكاريان ومحالش هذيك الدريه واش غتقبل بشي واحد فيهم اصلا، لا حسام لا داك الدري اللي وصل الخبار لمو. ولكن هذيك السيده اللي جات عندهم الدريه اول مره للبراكه كانت طامعه في الدريه وباغا تزوجها لولدها باش يخرجهم من هذاك الفقر اللي عايشين فيه، وما كانوش ضاربين حسب هذا حسام اللي خرج لهم من الجنب او بغى يزرب لهم على الدريه ويديها لهم من بين يديهم. ولكن المصيبه الكبيره اللي غتوقع في الاخر هو ان حسام غيخرج على حياته بسبب الدريه، ويا ريت تكون غير ما تدخلش في هذا الموضوع كامل. هذيك المره اللي بغات تزوج الدريه لولدها جات عند حسام وقالت لي هذيك الدريه اللي جات عندنا ديك النهار وكتسول على شكون هي بعد منها ما عمرها غتكون لك وراه باغا نزوجها لولدي انا. حسام هذيك الساعه ما فهم والو وما عرفش هذيك المره منين جات الاخبار باللي حسام حاط عينه على الدريه. وهذيك الساعه السي حسام باقي ما عرفش باللي راه ملي كان جايب الكاو البارح عاود الدراري كاع داكشي اللي كيحس به. وهذيك الساعه حسام عاق باللي تقولب في هذيك الليله. غدوز ايام طويله وحسام غينسى ديك خيتي وغيحيدها من الميموار حتى لواحد النهار غيخرج حسام من هذيك البراكه عندهم وغتبان ليه نفس الدريه جات زارت عاوتاني دوك الناس وبقات عندهم من الصباح حتى العشيه في هذيك البراكه، وكما العاده جا لها باها في العشيه وداها بالطوموبيل. ولكن هذاك النهار ملي شاف حسام السيده رجعت عند دوك الناس مشى دبر حسام على واحد الموطور من عند واحد صاحبه وتسنى هذيك ختنا تا خرجت ركبت مع باها في الطوموبيل وغيتبعهم حسام وغيلقاها كتسكن غير في واحد البلاصه في هذيك المدينه اللي كاينه حداهم. المهم غيعرف وغيتاكد من الدار ديال هذيك ختنا فين كتسكن. هذيك المره اللي عايشه في الكاريان واللي كانت كتجي عندهم هذيك الدريه كان عنده واحد الدري ولده قد حسام وهو اللي باغا تزوجوا لهذيك الدريه اللي كتجي عندهم. ولكن هذاك الدري ما كانش باغي يتزوج بهذيك خيتي، ولكن الام ديالو كانت باغا تلصق ولدها فهذيك خيتي بزز منه باش يخرجهم من هذاك الفقر اللي عايشين فيه. وفي نفس الوقت حسام قاضي الغراض وتابع هذيك خيتي. المهم غدوز شي ايامات وهذيك المراه غتقول لولدها راه غنشوف لك مع هذيك ختنا اللي كتجي عندنا الا بغات تزوج بك. الدري ما كانش باغي يتزوج بها
وما كانش حامل هذيك ختنا اللي كتجي عندهم. وليني واحد عايش في الكاريان علاش ما غيبغيش يتزوج بوحده ابوها عنده الطوموبيل ولاباس عليهم. السيده ديك الدريه اللي كانت كتجي عندهم البراكه كان عارف هذاك الدري باللي راه فايت مزوجه اكبر منه بعام، وهذا الشيء علاش ما كانش باغي يتزوج بها. وليني الام ديال هذاك الدري باغا تلصقوا مع ديك ختنا بزز منه وغير على قبل الطمع، وبالفعل هذيك المراه غتقنع ولدها باش يتزوج بهذيك ختنا وغيولي باغي يتزوج بها، ولكن غيخرج لهم حسام من الجن وما غيخليش هذا الزواج يكمل. وكما قلت لكم في الاول يا ريت حسام كون بقى غير ساكت وبعد من هذا الموضوع حسن ليه. هاد حسام من بعد ما كان تابع ديك الدريه وباغيها ما غيبقاش مسوق ليها وما غيبقاش حاملها، وتا هو ما غيبقاش باغي يتزوج بها، ولكن ماشي حيت كبر منه في السن وماشي حيت فايت مزوجه ومطلقه، ولكن عندها سبب اخر، وهذا السبب عارفه غير حسام في هذاك الكاريان هو اللي غيقولوا في الاخر وغيخرج بيه على حياته. السيد كان باغي الدريه وعاقله وباغي يخرج على قبلها، وفي واحد اللحظه ما غيبقاش باغي يتزوج بها. اذا كاينه شي حاجه تما ماشي هي هادي، وهاد الحاجه عارفه غير هذاك حسام بوحدو. المهم الامور بقات غدا بحال هكاك ودازت شي 4 شهور تقريبا، يعني مده طويله اللي دازت، وحسام عارف هاد اللغز اللي ما عارفه حتى واحد في هذاك الكاريان واللي بسببه ما بقاش باغي يتزوج بالدريه. وواحد الليله كانوا الدراري مجمعين وكيضربوا في الطاسه كما ديما، وحسام غيقول لذاك خونا اللي باغي يتزوج بهذيك الدريه باللي هذيك ختنا راه فايت مزوجه ومطلقه، هو يقول لي داك الدري راه عارفه اصلا فايت مزوجه ومطلقه، وهو يقول لي حسام في هذيك الليله اللغز اللي كان ساكت عليه لمده 4 شهور. غيقول حسام لذاك الدري اللي خاطب واش عارف باللي الدريه راه كل ليله كتبات سكرانه في البار ولا ما عارفاش. هنايا خونا ملي سمع البار بدا كيحقق مع حسام، هو يقول لي حسام انا عارف هذا اللغز لمده 4 شهور، وهذا الشيء علاش ما بقيتش باغي هذيك الدريه وما بقيتش مسوق ليها. الدري اللي كان باغي يخطب هذيك ختنا عمل يسمع هاد الهضره مشى كيجري عند الوالده عندو وعاود لها هادشي كامل اللي قال لي حسام، وقال لها بلي الدريه كل ليله كتبات سكرانه في البار. والصدمه الكبيره اللي غيتصدم بهذاك الدري هو ان الام ديالو كانت عارفه بلي الدريه خارجه للطريق وكانت باغا تزوج ولدها بهذيك الدريه غير على قبل الفلوس باش تخرجهم من هذاك الكاريان اللي عايشين فيه. وليني هنايا فين غتبدا المعاناه عند حسام. هذيك المره قالت لولدها شكون اللي قال لك هاد الاخبار كامل اللي جيتي قلتي لي دابا؟ قال لها هذاك الدري بلي حسام اللي شاف كل شيء بعينيه وعاود لي هادشي كامل. وهي تقول لي هذيك المره هاد حسام من الاول هو حاضينا وتابعنا وما بغاش يبعد منا، ودابا انا غنوري العيالات علاش قادين، وراكم عارفين العيالات ملي ما كتكونش عندهم هادي اين اتجاه اللي كيمشيو ليه. غتمشى ديك خيتي وغدا كدير في الاعمال الشيطانيه لهذاك حسام وغتسحر ليه وما غديرش ليه سحر عادي، غدير ليه السحر ديال الجنون. يعني ديك ختنا بغات تهبل هذاك حسام، ولين هذاك حسام ما غيشدش فيه السحور اللي غدير ليه ديك ختنا، غيبقى عاقل على راسو، ولين غيولي غير دايح في الزنقه وحوايجو مقطعين وما غيبقاش مدا في راسو. وبيني وبينكم حسام كون سد فمو ما كانش غيوقع ليه هادشي كامل. ولا كملت هاد القصه ما غتخسر والو الا درتي واحد لايك، ونتلاقاو في القصه الجايه وتهلاو.